الفيديو ده للتعليم والتوعية بس، انا مش بشجع بأي شكل على استخدام المواقع دي، والهدف الوحيد انك تعرف المخاطر وتحمي نفسك. اخطر 5 مواقع ذكاء اصطناعي اتعملت للغش والاختراق ممكن تشوفها في حياتك، واللي خلت شركات كبيرة جدا تعلن افلاسها وتحتال على الناس كتير جدا عن طريق هجوم الفدية وسرقة بطاقات الائتمان. والاخطر من كده بقى الاحتيال على البنوك، ده غير كمان انه تم استعمالها في الدارك ويب. عشان كده هعرفك اخطر 5 مواقع للذكاء الاصطناعي عشان تتجنبهم وما تستعملهمش نهائيا. واللي بيجي بقى في المرتبة الخامسة هو دارك بيرت. ده أصلا من الأساس اتعمل لأغراض بحثية، والباحثين عملوا الموديل ده ودربوه على بيانات من الدارك ويب نفسها عشان يفهموا طبيعة المحتوى الموجود فيه، من بقى منتديات هاكرز لأسواق غير قانونية. والهدف الأساسي كان إنهم يطوروا أدوات بتساعد على مكافحة الجرائم الإلكترونية. ولكن مع ذلك مجرد وجود حاجة زي كده متدربة على بيانات مظلمة، ممكن يجي سؤال مهم: هل ممكن حد يستغل الأداة دي ويحولها لأداة خطيرة؟ والجواب على ده حصل في قصه واحد من المواقف حصل مع باحثين في الامن السيبراني. لما طوروا دارك بيرت وبداوا يجربوه، اكتشفوا ان قادر يوصف بدقه كل الطرق اللي بيستخدمها مجرمي الدارك ويب للتواصل وبيع بيانات حساسه. والنتيجه ان الباحثين فهموا طبيعه التهديدات بشكل اوضح، لكن في نفس الوقت حذروا ان الاداه لو وقعت في الايد الغلط ممكن تفتح ابواب لمخاطر ضخمه. بس ده بقى مش هيساوي حاجة في المرتبة رقم 4، واللي قدرت تحتال على شركة معروفة وتاخد منها أكتر من $100,000، وهي فراد جي بي تي. دي نسخة مظلمة وغير رسمية من الذكاء الاصطناعي، وعكس شات جي بي تي تماما، ظهرت في الدارك ويب كأداة بيتم الترويج ليها للمحتالين والمجرمين. والفكرة ببساطة إنهم بيستغلوا الذكاء الاصطناعي علشان يكتب رسائل احتيال احترافية جدا وينشئ نصوص خبيثة ممكن أي حد يتخدع بيها، لكن كمان ممكن يتحول لأداة بتهدد الأمان الشخصي والبيانات. زي اللي حصل في سنة 2023، اتنشرت تقارير عن بيع أداة اسمها فراد جي بي تي على الدارك ويب. واحد من المستخدمين استخدمها عشان يعمل رسائل بريد إلكترونية احتيالية لشركة صغيرة، والرسائل كانت مكتوبة بلغة طبيعية جدا لدرجة إن موظف في الشركة افتكرها رسالة حقيقية من البنك. والنتيجة ان الشركة خسرت آلاف الدولارات بسبب خطأ بسيط بس في تحويل بنكي. فالدرس هنا اي رسالة ممكن تكون مقنعة مش بالضرورة انها تكون حقيقية. وبالنسبة بقى لسرقة الفلوس، فالمرتبة رقم 3 حطمت كل المقاييس، لانها قدرت تاخد آلاف البطاقات البنكية وتسربها للناس، وهي كاردينج فورمز. دي بقى مش موقع واحد، لكن مجموعة اسواق بيتم فيها تبادل وبيع بيانات بطاقات الائتمان المسروقة. والاخطر من كده ان بعض الهاكرز بيستغلوا ادوات الذكاء الاصطناعي لانشاء رسائل مقنعة بتخدع الضحايا وتخليهم يقولوا عن بياناتهم بنفسهم. زي اللي حصل في 2022، واحد من اشهر المنتديات في الدارك ويب اتسربت بياناته، والتسريب كشف آلاف عمليات بيع لبطاقات ائتمان مسروقة. وبعض الضحايا كمان شاركوا القصص بتاعتهم، منهم شاب اكتشف ان بطاقته اتسحبت منها مبالغ متكررة على مواقع التسوق ما دخلهاش قبل كده، وبعد التحقيق اتضح ان بياناته كانت متسربة على المنتدى ده. فخلي بالك بقى من انك تستخدم بطاقة ائتمان على موقع غير آمن او حتى من غير حماية كافية، لانه ممكن يفتح باب للنصب بسهولة. ولكن ده بقى مش هيساوي حاجة بالنسبة للموقع في المرتبة التانية. بس قبل ما ابدأ ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، لان ده الصراحة بيساعدني جدا. واللي قدر ياخد مبلغ ضخم جدا من شركة كبيرة معروفة، والموقع هو وورم جي بي تي. وده بقى بيتوصف احيانا بانه الجانب المظلم لشات جي بي تي، لكنها بتركز على حاجه محدده جدا، وهي مساعده المحتالين على تنفيذ هجمات الكترونيه. زي اللي حصلت في اوروبا، بانه واحد استخدم الموقع ده وقدر ينتحل شخصيه مدير مالي في شركه كبيره جدا، والايميل كان متصاغ بشكل احترافي لدرجه انه خدع موظف المحاسبه وخلاه يحول دفعه ماليه كبيره جدا لحساب وهمي. وللاسف الشركه لاحظت الموضوع متاخر جدا. والمرتبه الاولى بقى من وجهه نظري من اخطر البرامج الذكاء الاصطناعي واللي قدرت تهكر مستشفى كامله، وهي ransomware as a service. الفكره ببساطه ان بدل ما الهاكر يكتب برنامج خبيث بنفسه، في مواقع بتعرض له الخدمه دي بشكل جاهز مقابل فلوس. وبعض الخدمات دي بدات تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تحسن الهجمات وتخلي نشرها اسهل. والخطوره هنا ان اي شخص عادي ممكن يستاجر الخدمه دي حتى لو ما عندوش اي مهارات تقنيه متقدمه. زي اللي حصل في سنه 2021، مستشفى صغيره في الولايات المتحده اتعرضت لهجوم فديه الكترونيه. والمدهش ان العامل الهجوم ده ما كانش هاكر محترف اصلا، لكنه استخدم خدمه جاهزه من نوع RAAS ransomware as a service على الدارك ويب. والنتيجه ان بيانات المرضى اتقفلت لاسابيع، واضطر المستشفى يدفع الفديه عشان يقدر يرجع يتحكم في النظام. ففي النهايه الذكاء الاصطناعي ممكن يحمي وممكن يدمر، واللي شفناه النهارده من ادوات موجوده على الدارك ويب بيثبت فعلا ان الخطر مش جاي من التكنولوجيا نفسها،
لكن مين اللي بيستخدمها؟ عشان كده لازم نفتكر ان الوعي هو خط الدفاع الاول، وكل ما انت كنت فاهم اكتر عن التهديدات دي كل ما قدرت تحمي نفسك واسرتك. انا مش هنا عشان اخوفك لكن عشان افتح عينك، ولو انت ما كنتش واعي ممكن تكون الضحيه الجايه. لو شايف ان النوع ده من الفيديوهات مهم اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان اقدر اكمل في السلسله دي، واكتب لي في الكومنت ايه اكتر موقع حسيت انه خطر فعلا وليه.